السلام عليكم. جبت لك كوبايه الشاي اللي انت بتحبها اهو. تعال تعال اقعد نشرب شاي. ايه رايك بقى؟ مية مية. احلى كوبايه شاي. ربنا يبارك لك ويخليك. انت الاخر اللي انا قاعد هنا مين؟ القعده بتاعتك فين؟ ربنا يديك الصحة والعافية. بص يا امير يا ابني، انا عايز اوصيك 3 حاجات تمشي عليهم في الدنيا. 3 حاجات. 3 حاجات امشي أيوة. عليهم. تاكل احسن اكل، وتسكن في احسن البيوت، وتنام على احلى واجمل فرش. اقول لك عليك حط حلقة في الجنة. طب بسكن بس ازاي في الحاجات دي؟ ده انت عارف ان انا حتى جايب كوبايه الشاي دي بالاقساط. انا اسكن ازاي في الحاجات دي مش بس؟ بالفلوس يا ابني، مش بالفلوس. انت عارف انت لما تاكل احسن اكل، عارف احسن اكل اللي هو ايه؟ ان انت تاكل اكل حلال وانت تعبان، تاكل اكل حلال، هو ده احسن اكل. فهمت ازاي؟ انك تاكل احسن اكل اللي هو الاكل الحلال. عارف انت لما تشتغل وتتعب وتروح تنام، ده احلى فرشه، ده احلى نوم. ان انت احلى احسن البيوت اللي هي بقى ان انت تسكن في قلوب الناس. انت عارف انت لما تسكن في قلوب الناس وهم حابينك، ده احلى سكنه في الدنيا. ومش عاوزك تظلم حد ابدا، خليك طيب، خليك حنين، عشان الظالم ده عقابه يوم القيامه صعب قوي. احنا مش قد العقاب بتاع ربنا يا ابني. وعاوزك تسمع للصغير قبل الكبير، ما تستقلش بحد. اشمعنى؟ تسمع للصغير قبل الكبير، ما تقولش الكبير ده لا ده هو ده الصح، لا اسمع للصغير واسمع للكبير، وبعد كده حكم عقلك واعرف مين الصح ومين الغلط. واللي يخاف ربه، اللي بيخاف من ربنا ما تخافش منه ولا تخاف عليه. عارف ليه؟ عشان هو في عناية ربنا، هو ماشي في حب الله. ما تخافش عليه ولا تخاف منه طالما بيخاف من ربنا. صل رحمك، امك، اخواتك، خالاتك، عماتك، قرايبك كلهم اوعى تقطعهم لغايه ما تموت. زي ما انا وابوك عايش ومات يصل رحمه، انت عايش وموت برضه لغايه ما تصل رحمك. هتتلاقي عيالك ماشيين، السلسال بتاعك ماشي نظيف، عشان اتربى على الصح والغلط وحلال وحرام وعيب ومش عيب. وما تزعلش على جميل عملته في حاجه، ما تزعلش على جميل عملته في حاجه، عشان العيب في البذر مش فيك انت يا ابني. ولازم يا امير يا ابني تفهم ان الحياه دي هتجبرك على حاجات لا هي كانت من طباعك ولا هي من تربيتك، بس انت مضطر، خلاص انت دخلت فيها لازم تكمل وتمشي فيها. انت مش هتبقى حاببها ولا طيق، بس مجبر ان انت تمشي فيها. فاهمني ازاي؟ ما تقولش لا ما تنفعش معايا، لا هو ده اجباري. لازم الحياه تجبرك على حاجات لازم تفضل ماشي فيها للاخر. بس وهيقابلك حاجات في حياتك وحشه قوي 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 قوي، ما كنتش سمعت عنها ولا شفتها قبل كده، بس لازم تكون مستعد ليه، تعرف تتعامل معاه كويس. وفيه اللي هيتمنى وقوعك وفشل، وفيه اللي هيكره نجاحك، وفيه اللي هيبقى حبك وفي ظهرك وبتمنى لك الخير. فلازم دي تبقى صاحي بالك. لو فشلت ووقعت هتلاقي 1000 وإيد وإيد بيضغطوا عليك يفطسوه. مفيش حد هيطلعك إلا اللي من دمك واللي بيحبك وأقرب الناس ليك. إنما أي حد تاني هيتمنى إن أنت ما عدتش تقوم على رجلك تاني. فلازم تأمن نفسك، ما تقعدش تفضل حياتك تقيم في الناس وتقعد تفرس فيهم، ده صفته، ده طباعه، ده المفروض، ده كان، ده ما يكونش. سيب كل واحد حوره، بس اللي يقابلك حبه، اللي يقابلك حبه، ده يقابلك حبه، ده يقابلك حبه. ما تشيلش من حد، ما تخليش في قلبك ضغينه لحد ولا سواد من حد. اللي تحبه ما تكرهوش، واللي ما تنفعوش ما تضروش، واللي ما تسنش عليه ما تغتابوش. نيل خليك يعني طيب، خليك محمدي. قول عليه الصلاه عليه والسلام. الصلاه والسلام. هو انت مفكر اللي كانت سقت كلب ودخلت الجنه، ولا اللي سقت قطه معرفش ايه، ولا اللي كانت رايحه تعمل ايه؟ انت مفكر ان هم دول كانوا رايحين يعملوا حسنات؟ ما كانوش امال يعرفوا يعملوا حسنات. وانت بتعمل الشيء ده اهو، وانت رايح تعمل الحسنات. هي كده، هي كانت ساعه رضا، كانت ساعه رضا من عند ربنا. هي سقت القطه دخلت الجنه. فانت اعمل الخير طول ما انت ماشي، اعمل خير، اعمل خير، اعمل، ازرع، اعمل خير. فاهمني؟ ممكن وانت بتعمل الخير اللي انت رايح تعمله ده اهو تكون ساعه رضا، ربنا ساعتها ينزل لك فتح من عنده، يفتح لك جميع الابواب المقفوله. تلاقي بص حياتك دي اتبدلت، بقى معاك فلوس، ركبت عربيه، بقى عندك بيت، ربنا وقعك في بنت الحلال، عيالك بقوا صالحين، عشان حاجه خير عملتها قد كده. انت عارف اقول لك انا على حاجه؟ انت عارف انت وانت طالع بيتك خد في ايدك 3 4 ترغيفة عيش، امسكهم كده اعملهم جبن، حلهم عيش وجبن، وامسكهم مجرمهم وانزل الشارع. يقابلك واحد غلبان يقول واحد ياكل اللقمه في بطن جائع، دي صعوبها جميل، صعوبها حلوه قوي قوي قوي. يا سلام لو دعا لك دعوه بقى، الله اكبر.
والله العظيم ده انت تبقى ما فيش بعد كده. ربنا رضا، ورضا من عند ربنا.